الأليوبي بدأ من 1841 وكانت بدايته في الحسين، فهنشوف إن هو بدأ يتجول ويتفرع من كل مكان لمكان. النهاردة هنشوف هيقدموا لنا إيه، ويلا بينا نشوف الفيديو معانا. اقلب يلا يا فتان اقلب. مش نافعة خالص. ريفيو جديد من دوحة. قول يا دوحة. العجينة نبدأ بقى كده ايه، نرول واحدة واحدة. الراجل كده مسح الساعة. اعملوا لايك وسبسكرايب. ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدا الفيديو متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. فيديو النهارده بقى هنشوف مطعم الأليوبي ملك البيتزا والفطير المشلتت او الفطير عموما. هنشوف بقى النهارده الأليوبي هيقدم لنا ايه، ويلا نشوف الفيديو معانا على طول. قول يا دوحة. احنا كلنا هنتجمع معاك كده. ده ماسك بلدي احسن من ماسك العادي. دي كده اهو يا باشا. كده نبهدل الدنيا خالص. حط جبنه كيري وبعد كده ايه ده؟ اصلا بيتزا دي اللي هي حشو داخلي صح؟ لا سجق اسكندراني كيري. ماشي، انا قصدي حشو داخلي ولا؟ لا في فرق بين حشو داخلي وكيري. تمام، كيري وبعد كده اللحمه المفرومه وعليهم بقى ايه؟ الجبنه الموتزاريلا والجبنه الرومي صح كده ولا؟ الفرن يجيب جاهز. تقدر ايه؟ عرقت عادي يا عم. مش شفت حاجه، ده لسه هولع فونه دلوقتي، ركز معايا كمان عايزين نفرد زي النهارده عايزين نفرد. جينا نعمل بتاع فول ما نفعناش، وبرده جربنا الكحك وما هنشتغل في ايه بقى؟ حشو داخلي برده، حشو داخلي مشكل جبن صح؟ عباره عن ايه بقى؟ كيري، جبنه كيري وجبنه رومي وجبنه موتزاريلا وخضار وخضار عادي. ماشي، جبنه رومي وجبنه كيري وموتزاريلا ومعاهم بقى خضار، وفي ناس ما بتحبش الخضار عادي. ياكلوه انت يا احمد. ياكلوه؟ بتحب الخضار يعني؟ انا دايس في اي حاجه والله. زود جبنه يا عم عشان ما يدوش علينا. هنعمل الفطير المشلتت. المشلتت طبعا بيبقى محتاجينه في شم النسيم، وطبعا بعد ما تاكل الفسيخ والرنجه كده بتبقى عايز ايه؟ تحلي. فهنشوف بقى عباره المشلتت ده عن كام طبقه ولا 5 طبقات عجينه. 5 طبقات عجينه. حط بقى ايه؟ زبده، غرقها زبده بقى عشان يبقى ليها طعم طبعا حلو. الله يكون في عونه بيصور في جنب الولعه دي، فتعود على كده خلاص. لايكات وكومنتات وشير. اهم حاجه لايكات وكومنتات وشير. كده لا وري له اول ازاي هيعمل كده. امسك ايده ووري له هيعمل ازاي. ماشي ماشي بس يا عماد. ايوه بص يا كابتن، امسك دي كده اهو. اه ادي كده اهو. بتزقني ولا؟ ماشي. اقلب. يلا يا فتان يلا. مش نافعه خالص. لا خليها لا ده كده مش نافعه. بص الشمال فوق واليمين تحت. الله، طب ما تيجي تعمل شمال فوق تحت تحت. طب ما تعلمه طب يا دي كده اهوت. ماشي. برضه اهي هتيجي. ما انت رصتك على هنا ولا ايه؟ خليك على هنا. بص الشمال فوق واليمين بتلف. لا بص دي كده تسند العجينه، دي بترفع. بص ودي بتلف كده برضه. لازم نظبطها. جبت جاز. درجة الحرارة جوه عالية يا احمد. عشان بس تعرف احنا بنتعب قد ايه. لايكات وكومنتات، وفي سام بيعمل كده برضه شيروه. هنظبط الدنيا. هنا بقى دي اخر مرة. كده ايه بقى؟ بتسيبها تهوي شويه. بتسيبها بقى ايه؟ تفتح شويه. تسيبها ساعة تخمر كده. يعني؟ ايوه تخمر ساعه وبعد كده ندخلها الفرن. تمام. نشوف بقى ايه اللي جوه. كده ايه؟ جبنه موتزاريلا من فوق ملاها على الاخر، ده غير بقى الحشو الداخلي اللي من جوه.
انت بتزودها نار يا ناقصه ولعه. موتزاريلا بقى. التانية كانت جبنه رومي صح؟ البيتزا الايطالي بقى وجمال البيتزا الايطالي، وزي ما انتوا شايفين طالعه روعه. ده غير كمان العجينه وطعم العجينه تحفه جدا. هناكلها كلنا. هنعمل بقى ايه؟ بيتزا ايطالي علشان مش بيحب بقى الفسيخ والرنجه، فلناكل بيتزا وانا اجربها ناكلها كلنا برضه. حسن البركه بتاعتها. الراجل كده صح الصح. اعملوا لايك وسبسكرايب. الله ينور يا عم حسن. ادينا يا ابو علي. اها تقريب. لسه بقى هنكمل والفطير مشلتت لسه ما كملش ساعة في التخمير. عايزين نعرف انت بدأت من امتى وبدأت الصنعة بتاعت البيتزا دي من امتى بالظبط؟ من 2011. تمام. انت من 2011 لحد الان عمر في المهنه دي. نعمل الحاج سيد عبد النبي. ده سعيد عبد النبي. ابويا هو اللي علمني الصنعه ديت، هو اللي كمل بس بعد كده بدأت في انهي مش هيعمل ده معاك اي ليه؟ ده يبقى مش هيكمل. ايوه مدير هيطردوا يا جدعان بره. مدير هيطردوا بعد الفيديو. ما علينا بقى. هم الاليوبي عموما هم اللي اخترعوا، يعتبر هم اللي بدأوا المهنه دي اساسا من زمان. ماشي. من 1800. انت بقى من 2011. انا بقى من 2011 وانا في المهنه. في انهي بقى فرع ولا في انهي حته بالظبط؟ في فرع الاليوب اللي هو في على كورنيش القناطر الخيريه. تمام. وبعد كده نقلنا رحنا اليوب، وبعد كده الحمد لله ربنا كرمهم وفتحوا كذا فرع، وفتحوا هنا برضه واحنا شغالين معاهم. موطي صوتك ليه؟ هو الفرع ده في السر ولا؟ بعد كده بقى ايه؟ عملنا المشلتت بقى. بعد كده عملنا المشاكل. ما تجيبش اي اسرار تاني من اللي هو بيقوله ده. الفيديو باظ مش مكمل. بعد كده بقى دخلنا في البيتزا الايطالي المشكل فراخ. قلنا بقى نجرب المشكل كده فراخ بقى عندنا. هنبدا ايه؟ البيتزا الايطالي. دي ايطالي ايه؟ احنا قلنا دي ايطالي الفراخ. مشكل فراخ. مظبطها بقى الفراخ كل انواع الفراخ اللي عنده. مغرقها موتزاريلا بقى. معايا ولا دفعت؟ مستعجل قوي دخلها الفرن. مش بيدخلها، ده بيرميها في الفرن. امال الاليوبي بدأ من امتى؟ من 1773 ايام حرب اكتوبر بالظبط. 1773. يا عم البتاع 1973 جبت منين 1700؟ 1700 ده من ايام الخليفه العباسي والناس ديت. لا مالهاش دعوه بكلام كريم. خلينا يا عم بالفطير. اتسجن من 1600 وخلاص. ماشي. دي فطيرة سادة. هقفلها ازاي بقى؟ قول لي احط ايه؟ حط زبده من هناك ديت. هنبدأ بقى نحط الزبدة. يا نهار أزرق. بتاعت العجينه. انا قلت لك مش نافع في حاجة. قول لي اعمل ايه اهو. يا بابا انت بتمسك العجينه كده غلط يا اسطى. ماسك العجينه كده غلط. يا عم وانا بعورها ايه اللي معاك؟ لا ما ينفعش. دي حاجه عشان اشيلها كده تمام. ماشي. حطها بقى هنا. صلى على النبي. صلى على بس بقى كان المفروض تحطها جوه شويه بقى. زق انت بقى. يا دي الحلويات دي ايه؟ دي السادة خالص. حط عليها مثلا سكر. زبده وسكر بس. ممكن تحط زبدة عليها وسكر. حط سكر ولبن. وايه ده؟ كاستر. كاستر. نحط عليها حط مثلاً كاستر. برضه ولبن. لا ما انا بفهم برضه مضيع شويه بس قشطه. معاك يا مصطفى. اوبا كاستر ولبن. كبير بقى. اهم حاجه في الكبير الغويط. غويط. الكيس عباره عن ايه؟ كام جرام مثلا او يعني مثلا الكيس 130 جرام. السجق اسكندراني. ايوه كده تمام. لا من هنا. دي من الجنب من الاول. هنا. ايوه من هنا كده. ماشي. لا امسك ديك الحرف كده. ايوه ماشي. الحرف من هنا ومن هنا بلاك. يا احمد انتوا فين؟ انتوا فين اصلا؟ صح كده؟ لا ثواني بس على دي كده كده. للاخر يعني تطلع نص سوا. تطلع نص سوا بعد كده الشكل. تمام. الفرن لازم يبقى درجه حرارته عاليه ولا بنعمله متوسطه؟ يبقى البيتزا الايطالي تقريبا كده حلوه قوي عليها. اوعى. دي عامله لها كام ما تعرفش؟ ولا انت بتسوي بس؟ انا بسوي بس ماليش سوي دعوه. مالكش دعوه بالمنيو. دي عامله لها 190 وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله يعني
حلوه بص طالعه ازاي. بص كده وهي بتشد طبعا متغرقه جبن. ده كاستر ونحط عليها ايه تاني؟ هي كاستر وبعد كده ايه؟ نحط عليها سكر ولا لبن ولا لما تخرج حط عليها سكر ولبن لما بتخرج خالص، انما الحشو بقى العادي كاستر بس. المايك تحت يا كريم. عمال ادور على المايك والمايك طلع في الارض. كريم الأليوبي مدير مطعم الأليوبي واحفاد ابو سريع. فالنهارده بقى هنشوف كريم بدأ ازاي واحفاد ابو سريع عموما بدأوا ازاي. وكريم عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. حبيبي عايزين نعرف انتوا بدأتوا ازاي وبدأتوا فين وامتى يعني؟ لا والله يعني احنا كنا بدأنا الأول زمان جدودي دول كان من آل عباس زمان، كنا فاتحين في الحسين، بدينا وتعلمنا منهم، هم دول اللي يعني الأصل الأليوبي اللي علموا الفطير. دول بقى بدأوا من امتى بالظبط؟ دول بدأوا، لا احنا كان الكلام ده من أيام جدودي من آل عباس زمان تقريبا 1841 حاجة زي كده يعني، زمان قوي لما جه. هم أصل الفطير في مصر، هم اللي بدأوا الفطير. هم بدأوا المشلتت في مصر. المشلتت والفطيرة يعتبر هم اللي يعتبر برضه عملوا البيتزا الشرقي في مصر يعني. هم بدأوا فين بالظبط؟ بدأوا في أليوب؟ لا الأول كان عندنا محل في آل عباس في الحسين. بعد كده بقى الحاج أبو سريع جدي الكبير هو بقى صاحب ما شاء الله سلسلة الأليوبي كلها. بدأنا بقى نحط ايه التاتشات بتاعت الأليوبي بقى كتير، ندخل البيتزا الإيطالي وبعد كده دخلنا بقى الكريب. ما شاء الله الكريب دي كانت آخر حاجة بقى في الكريب بقى. الأول كان أول جدي أبو سريع كان بيعمل الفطير ده على الخشب، ما كانش فيه على الخشب؟ لا كنا زمان في أليوب، كنا زمان الأول كانش فيه غاز فيه فرن كان يشتغل بالخشب. والله زي ما انتم شايفين كده بصراحة يعني شكلها حلو. فهنشوف بقى الطعم بتاعها برضو. ودي الحجم الكبير زي ما قلنا ب 190 جنيه فراخ إيطالي، مشكل فراخ إيطالي. بس في حجم صغير وفي وسط برضه. انا عموما بصراحة بحب الإيطالي. وندوق كده ايه معانا. لازم طبعا انا بحب احط الكاتشب والكلام ده كله على البيتزاية. نجرب بقى وندوق كده ايه مع بعض. كريم برضه هيجرب معانا. جرب انت الاول يا باشا. لا انت لا بتحب انت ايه الكاتشب والجو ده برضه؟ لا مش يعني، بس الحمد لله يعني. بتحبها ساده انت ولا؟ لا انا عشان بس الكاتشب انا لا عادي اهو. بسم الله. نبدأ بقى نجرب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا معلم. لا يعني مش هاكل يعني. معرفش بيصورنا وتعبان معانا من الصبح، المفروض برضه ايه نبصيله واحد. استاذ محمد كده ما ينفعش. لا بصراحه الطعم حكايه وبجد يعني كمان العجينه مستويه ومن ورا كده انتوا زي ما انتوا شايفين. الله ينور والله. ترمه وسلامي ومشروم وفوق البحر وجمبري، في كذا حاجه. عندك حاجه بقى خاصه يعني اللي هي بيقولوا عليها الأليوبي مش عارف ايه؟ ميكس الأليوبي دي بتبقى مثلا بسطرمه ومشروم وسلامي وسوسيس كله مجموع مع كده مع بعض. وش كده بتبقى طعمها ما شاء الله حلو حكايه يعني. نشوف بقى اللي بعد كده معانا المشلتت ان شاء الله. والمشلتت ويلا بينا. وكل سنه وانت طيب طبعا بمناسبه شم نسيم وكده. فعايزين نشوف المشلتت بتاعهم بقى عامل ازاي، لان انت بتبقى واكل رنجه فعايز حاجه تحل بيها بقى ايه. مصر كلها طيبه وبخير وعيد سعيد طبعا. ده هتشيلها. الست ميته من ضحك من ورا. بس بعد كده بقى ايه هنخش على المشهد. وعايزين نجرب الكريب برضو ايه. نجرب العجينه وبتاع. اعملها انا بقى ايه. ماشي يلا انت دقام ومتحمس قوي. فهنشوف بقى اللي بعد كده معانا ويلا بينا. بعد ما خلصنا البيتزا الإيطالي كنا لازم بقى ما نمشيش غير لما نجرب الفطير المشلتت. وهم أصل الفطير المشلتت، وزي ما انتوا شايفين شكله كده بجد روعة. ده غير بقى لما نشوف الطعم بتاعه هيبقى حاجة تانية خالص. هنبدأ بقى ايه بالفطير المشلتت واصل الفطير بتوع الأليوبي. الله يخليك يا حاج احمد حبيبي يا كيمو. انت قلت لي الاصل جدك ابو جد ابو سريع. صح كده؟ الله يرحمه ويجعل على والديك جنبك. وهنشوف الفطير بقى زي ما هو بقى زي بتاع جدك بقى ولا ايه؟ لا يا باشا انت جرب ودوق يا باشا. ريفيو جديد من دوحه. قول يا دوحه.
نبدا ايه نغرقه ايه؟ عايزين نغرقه عسل. لا نخليها بقى نحدها بالاول. ايوه نمشي لا عكس صحيح، جبنه قديمه يا جدع برضه على كيف كيوفك دي. يا لهوي شكلها قديمه قديمه يعني. لا لا ما انتوا شايفين كده يا جدعان جامد. بسم الله. قديمه قديمه يعني. ايه رايك فيها؟ مليانه سمنه زبده والله ما شاء الله. سمنه بلدي يعني صح؟ لا وهي دي الحاجه اللي احنا بنشتهر بيها. عشان كده صورك. انتوا لو مش شهرين بقى اجي اصورك ليه؟ حبيبي يا عمار. جرب بقى انت كده وقول لي حلو ولا لا؟ لما انا مدوق اهو يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو؟ لا يعني انت شايف بقى. جامده والله يا جدعان. جربتش انت بقى ابو عسل؟ احنا لسه بقى هنجرب العسل. بص يا جدعان ندور بقى ايه العسل كده هو بيتدلق على يا ساتر يا نهار أبيض. غرقناها عسل ابيض. الصلاة صلى على النبي. كده ايه مش هنبقى نافعين. يا بتمت بقى. ولا جيم ولا بتاع. بسم الله. لا معروفين بس مش قوي يعني. زياد. كريم ده الأليوبي. اسمه كريم. وانت صاحب احنا عايزين كريم. ندوقك بقى. لا طب ندوق يا امور. دوحة على اليوتيوب اكتبيني كده ومش هتلاقيني. انت بس انت اسمك ايه؟ دوحة. احمد ممدوح. يعني نكتب على اليوتيوب ايه بقى؟ احمد ممدوح. دوحة DO7A. ماشي باي. انت كده بتعكسي بقى. حتى البنات الصغيرة فيها كيمو تقول لك انتوا ساكنين هنا. جرب بقى القشطة. بس دي متلجة شوية. هي متلجة شوية عشان كان حاططها في التلاجة. تلاجة ولا؟ للتصوير بس. بلاش نجرب الايه. وطبعا كان لازم اخر حاجه نجربها الكريب والعجينه زي ما انتوا شايفين كده. بجد حكايه. هو بص عشان عايزين نجرب واحنا بن ايه أيوة بنلف. هنمسك العصفورة يا جدعان ماشي ونقعد نلف بقى. تمام ايه انت بتزود قد فين بقى العجينة بقى؟ والله نفعت شوية. لا والله كانت حلوة. فين الباقي؟ ينفع نكمل؟ ولا نفع في كريب ولا في فطير. مش عارف انفع في ايه. طيب ابني ملناش دعوة، عايزين نركز في الفنيات. هو اصلا اللي حاطط عجينة قليلة صح؟ وتطلع شكل. ايه رايك؟ طب وربنا. طب والله عالمي. الراجل لسه اول يوم فاحنا الاتنين ايه هنخرب الدنيا مع بعض ان شاء الله. اول حاجه ايه هنجيب العصفوره ويبدا لنا ايه يحط العجينه. نبدا بقى كده ايه نرول واحده واحده. اهم حاجه تبقى خفيفه على العصفوره بحيث ان انت ايه لما تبوظ الدنيا. الحقني بشويه عجينه هنا. ايوه بسرعه. دي طريقه تكمله الكريبايه. بس كده بقى ايه نسيبها لحد ما تخلص. بعد كده نبدا نلفها بقى صح. الخياطات دي طبعا بنشيلها اللي احنا بوظناها. اي حد عايز يبوظ كريب يجي. في فراخ وفي عندهم كذا نوع يعني. الله ينور. عندك موز. تعالى كده تعالى وريني من قريب. عالميا. وطبعا في الاخر كنت لازم اشوف سر البيتزا الايطالي عندهم وازاي ان هم بيعرفوا كمان يشكلوها وكمان يطلعوها بالمنظر الروعة ده. وكمان بقى كمية الفراخ اللي هم حاطينها وحشو الجبنة الموتزاريلا بصراحة وكان طعمها روعة جدا. ده غير بقى ان هم في الاخر فاجئوني بان هم عملوا الاسم بتاع القناة واسم دوحة. بجد شكرا لإدارة الأليوبي. بس وده كان فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحة.